اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا فيديو كده بره المطبخ وبره الروتين. الاول كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولايك حلو منكم، وما تنسوش بالله عليكم اول ما تسمعوا الفيديو كده تحطوا اللايك، علشان قله التفاعل مع الفيديوهات بسبب اللايك. يعني ما فيش لايكات كتير على الفيديوهات. فبالله عليكم يعني تحطوا اللايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل وتشيروا الفيديوهات بتاعتنا. دي تشكيلة حلويات المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. آه، يعني نوعية حلويات جميلة جدا، من يعني أحلى الحلويات. دي الحلاوة اللي بنسميها الحلاوة العلف، السمسمية والسودانية والحمصية. بصوا نظيفة جدا والله ما شاء الله. انا بقالنا كام سنة مش بناخد الا منها، من الانواع دي، مصنع الانوار. والاسعار يعني ما شاء الله حلوة. والتشكيلات كلها ما شاء الله حلوة. يعني تشكيلة الحلويات يعني بالنسبة لنا من التشكيلات الحلوة. في بقى يعني كل واحد وحسب مقدرته، اللي بتجيب اللي هي البندقية والبندق وعين الجمل والحاجات دي، وكل واحد وحسب مقدرته. بالنسبة لنا دي ما شاء الله حلوة ومن الانواع الحلوة. زي ما انتم شايفين الحلاوة اللي هي القرص دي، منها اللي هي الملونة دي السمسمية، والسودانية برضو الحمصية. ودي اللي هي اسمها مطبقة، عاملة زي المثلث كده، اسمها المطبقة بالسمسم برضو. طعمها حلو. ودي اللي هي القشطة السادة، وفي منها القشطة بالفراولة. قشطة سادة وقشطة بطعم الفراولة. كل التشكيلات دي ما شاء الله عليها جميلة. وكمان دي الملفوفة اللي هي بتكون ناشفة شوية. ودي جوزة الهند بطعم قمر الدين. وكمان دي اللي هي الحلاوة الحمراء اسمها جزيرية تقريبا او حاجة زي كده. كمان دي جوزة الهند اللي هي بالبطيخ. وفي هنا الملبن المغلف. وفي كمان جوزة الهند اللي هي بطعم الاناناس، وجوزة الهند دي بالسمسم. ودي جوزة الهند بطعم الاناناس. ما شاء الله كلها يعني حلويات حلوة. دي نوع اسمه مربى. في منها ابيض وفي منها الاصفر ده زي ما انتم شايفين كده. النوع ده اسمه يعني نوع الحلاوة دي اسمها مربى. تشكيلة حلويات كلها ما شاء الله جميلة، وبناخد منها كل سنة. يعني لو حد حابب وعايز منها، موجودة يعني عند اختي بأسعار حلوة. يعني كل التشكيلات دي كده لو هتاخدي من اللي هي العلف السوداني والحمص والسمسم مع جوزة الهند دي كده، الكيلو ب120. هتاخدي جوز هند بس ب120، العلف بس ب120. التشكيلة الاتنين مع بعض برضو ب120. هتاخدي من كل الأنواع ديت علف مع سمسم مع جوزة الهند مع الأجراس مع كل الأنواع دي ب100. الكيلو ب100 لو هتشكلي من كل الأنواع. الكيلو ب100. عايزة تعملي علبة كيلو، علبة 2 كيلو، زي ما انت حابة اللي انت عايزاه. وكل الانواع دي موجودة. يعني ما شاء الله والله. بصوا الحلاوة يعني نظيفة وبيضة. مش فيها يعني حاجة. يعني ساعات كنا بنجيب حلاوة بتلاقي فيها رمل، بتلاقي فيها مش بتكون نظيفة. بس دي والله للأمانة يعني نظيفة وكل حاجة. بصوا انا بحاول ان انا كنت اطفي الفلاش بتاع التليفون علشان اوريها لكم نظافتها وبياضها. وبصوا دي من اكتر الانواع الحلاوه اللي انا بحبها صراحه، اللي هو الجرس اللي بالحمص ده كده طعمه جميل جدا. وكل التشكيلات دي زي ما قلت لكم كده موجوده. الاسعار برضو يعني ما شاء الله حلوه. يعني ممكن يعني في نفس البلد ناس بتبيع نفس الحلاوه باسعار اغلى. دي القشطه جميله جدا، من الحلويات الحلوه برضو والخفيفه. فيها جوز الهند والزبيب كده زي ما انتم شايفينها. بصوا في ناس بتبيع في نفس المكان باسعار اعلى من دي. بس هي الاسعار حلوه السنه دي ما شاء الله. يعني احنا جبنا منها برضو، لسه هنجيب منها تاني. فلو حد حابب يعني الموجودة في اي وقت الحلاوة. لو حد حابب ياخد منها. وما تنسوناش بلايك حلو كده للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتعليق حلو منكم يشجعنا نستمر. ومعلش يعني لو مش عارفة يعني اتكلم او يعني ما بعملش نوعية فيديوهات من دي كده، بس حبيت ان انا اصور لكم الحلاوة ان هي موجودة لو حد حابب ياخد.
والاسعار برضو موجودة. كل سنة وانتم طيبين. يعني المولد النبوي على الابواب. تقريبا هو في شهر 9 في معرفش كام، بس هو في شهر 9 يعني. فطبعا لازم نجهز حلويات المولد النبوي. وربنا يا ربي كل سنة وانتم طيبين، وربنا يديم علينا دايما الأفراح والسعادة وكل حاجة حلوة يا رب، اللهم آمين. فزي ما انتم شايفين كده كل التشكيلة موجودة قدامكم. ما تنسوش اللايك للفيديو بتاعنا، وما تنسوش تشيروا الفيديو وكومنت حلو منكم.